هنعمل كفتة الرز النهاردة يا جماعة من غير لحمة. سلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده نص كيلو رز، جبته غسلته كويس جدا وفرشته كده على حتة ونشفته، لازم يكون ناشف خالص. ونضربه بقى في الايه، في المفرمة بتاعتنا كده القديمة، نعمله يكون عامل زي البودرة كده. خلاص هعمل بقى الكمية كلها، يبقى نص كيلو رز فرمناه. وبعد كده حطيت بصلاية وقرنيه فلفل حامي وفرمتهم في الكبة. وبعد كده دي ربطة كزبرة وربطة شبت ومعلقة توم، هفرمهم مع بعض وهننزل بيهم. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. نص كيلو بانيه يا جماعة، او صدور اللي عندك يعني اي حاجة، بس انا هنا عملت نص كيلو صدور على نص كيلو رز على ربطة كزبرة او ربطتين كزبرة وربطة شبت. وهنا بقى فرمت الفراخ وحطيت فلفل اسمر وملح وكزبرة وكمون و11 بهار. ماشي، ولو عندك بهارات فراخ برضو حطي مفيش مشكلة. خلاص، والملح طبعا. وبعد كده بنحط كله على بعضه ونقعد ونعجنها بقى كويس جدا لغاية ما ايه، يتداخل في بعضه. بعد كده كل الحاجات تختلط ببعضها. بعد كده هنضربها ضربة واحدة في الكبة كده، بصوا عشان تنعم معانا وتبقى احلى كفتة رز ممكن تاكليها في حياتك. والله العظيم يا جماعة ما هتعرفوا تفرقوها ابدا، ولو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. واحفظيها عندك لرمضان، وهقولك ازاي تفرزيها. ممكن بقى تفرزيها بالشكل، ممكن بقى تفرزيها كده، تحطي حتة في كيس كده وتبططيها كده خالص. وبعد كده ايه، تقفلي الكيس وتشيليها. ممكن تصبعيها وتحمريها وتشيليها، ممكن تصبعيها وتشيليها كده متصبعة بس كده. بس تفرزيها وهي متفرطة، وبعد تتجمد حطيها في كيس عادي. هنا بقى جبت شوية زيت كده ونبل ايدينا، وبعد كده ايه نصبعها بالشكل اللي احنا عايزينه. ممكن تصبعيها مدور، ممكن تصبعيها كده، بس انا بحب الشكل العادي بتاعنا. انا عملتها معاكم السنة اللي فاتت وحازت على اعجابكم كلكم، والسنة دي بقى انا قلت عشان الناس الجديدة اللي معانا ما شافتهاش عملتها معاكم. نحط بقى زيت سخن على النار ونحمرها. عايزة اقولك مستحيل هتفك منك، مستحيل. صحيح يا بنات، انا حطيت ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم مع الفراخ وهي بتتفرم. خلاص بصوا شكلها، هتعرفي تفرقيها ولا حد هيعرف يفرقها. خطيرة والله العظيم، ولا فتحت ولا مستحيل هتفتح منك ومستحيل هتتفك منك. خطيرة خطيرة خطيرة، لازم تجربوها ويبقى صنف عندكم في رمضان. انا الكيس اللي انا عملته ده هشيله بقى، اعمله في رمضان مثلا واقطع معاه مثلا بطاطس واكتره مثلا، واعمل جنبه صنف، اعمل جنبه شوية ملوخية او اعمل جنبه شوية بس سمبوسة مثلا، ونمشي نفسنا في اليوم. بصوا يا جماعة شكلها خطيرة. والصلصة بقى بتاعتي، حطيت شوية زيت وشوية سمنة ونزلت بمعلقة توم كبيرة، وبعد كده نزلت بكيس صلصة من اللي أنا عملته معاكم. وبعدين حطيت فلفل أسمر وملح وسكر، وبعد كده زودتها كوبايتين مية. وبعد ما غليت حطيت الكفتة بتاعتي. أنا قلت أجربها معاكم وأوريكم شكلها كمان بعد ما ما عملتها بالصلصة. وعملت شوية رز بالشعرية كده جنبها، خلاص استوت معايا. يعني ايه، كل ما تنقص زوديها ميه، ولو عايزه تحطي مكعب مرقه حطي براحتك. بصوا يا جماعه، بس انا عشان هي فيها فراخ فما حطيتش. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. جربوها خطيره، لازم تجربوها. السلام عليكم، باي باي.